بعد ما تسمعوا الفيديو ده ما تكلمونيش بقى ولا على لحمة ولا على فراخ، كلموني على الرز بالفول الأخضر والشبت. يا سلام يا سلام، أكلة بتدفي، أكلة من مطبخنا كده المصري الحلو بتاع زمان، من أمهاتنا كده وإيديها لما كنا بناكل طبق الرز بالفول الأخضر ده وعليه حتة السمنة البلدي كده ولا حتة الزبدة وندوبها في الطبق وناكل ونتدفى. أكلة يعني يا نهار كوليسترول، أكلة ممتازة كمان، كلها بروتين، مغذية، وسعرها يعني معقول الحمد لله. جميلة جمال، جنبها طبق سلطة، اعملوا جنبها بقى بيض مسلوق، حلوة. صلوا على النبي وتعالوا نشوف عملناها ازاي. انا جبت بصلايه كبيره قطعتها مكعبات صغيره وشوحتها لحد لونها ما بقى ذهبي زي ما انتم شايفين كده. دول 2 كيلو من الفول الاخضر بعد التقشير، يعني بعد ما قشرتهم ادوني الكميه دي. نزلت بيهم على البصل وحطيت عليهم كمان حزمه من الشبت، حزمه حلوه كده متقطعه، والبهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه من السكر. خدتهم كده على النار شوحتهم 5 دقايق علشان القشره بتاعت الفول لما اجي احط عليها الميه والرز اثناء التسويه ما تفصلش عن قلب الحبه. خلاص خلاص يا خالته هند، صلوا على النبي. نزلت عليها بالميه وهاخد الفول والحاجات دي على النار، يعني هاخد الحله على النار اسيبها لحد الفول ما ياخد غلوه واحده بس مع الحاجات دي. خلاص خلاص يا خالته هند. هنزل عليها برز مصري مغسول. طبعا ال2 كيلو فول بقى، يعني كميه الرز دي براحتكم، لو انتي مثلا اسره كبيره حطي رز على قدكم، لو انتوا اسره صغيره حطوا رز برضو على قدكم، يعني كميه الرز دي براحتكم. بعد كده بقى هنزل عليهم بعد ما نزلت بالرز هاخدهم بقى اسويهم على النار زي اي تسويه اي رز. لما يغلي هدي عليه النار وهسيبه يستوي. قدموه بقى مع حته زبده جنب الطبق كده او حته سمنه لو متوفر، يعني لو مش متوفر هيبقى جميل برضو. حطوا جنبه بقى طبق سلطه وتدفوا واعملوا احلى واجمل طبق رز بالفول الاخضر والشبت. يا سلام على اضافه الشبت، مديه الرز طعم خطير. اصلا في رز في المطاعم بيتقدم اسمه الرز بالشبت كده، هو كده رز بالشبت. اعملوا جنبه بقى طبق سلطه حلو كده.